بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعمل إن شاء الله النهاردة المارشميلو، طاجن بايركس أو أي صينية بندهنها دهنة زيت خفيفة، دهنة خفيفة بالزيت. بعدين نبتدي نرشها نشا، نحط كمية نشا كويسة. نجيب عجان نحط فيه 3 معالق جيلاتين، ننزل عليهم بنص كوباية مية وندوبهم كويس ونركنه على جنب. بعد كده نجيب طاسة نحط فيها كوبايتين سكر، نص كوباية مية، نحط ذرة ملح، نحطهم على النار ونقلبهم عشان ندوب السكر. ننزل عليهم بمعلقتين عسل كلوكوز، مش متاح عسل كلوكوز نحط معلقتين عسل أبيض بالشكل ده، ظرف فانيليا، ونستمر في التقليب. بعد كده ندفع عليه ونيجي في العجان بمضرب الكهرباء عادي، بننزل بالسيرب وهو سخن على الجيلاتين، نفضل نضرب مدة لحد ما يصبح شكله وقوامه بالشكل ده. أول ما يصبح بالشكل ده ننزل الصينية اللي راشين فيها نشا، نبتدي ننزل بنص الجزء والنص التاني بننزل عليه بلون أحمر غذائي نخليه لونه بينك. نقلبه كويس لحد ما يصبح لونه بالمنظر ده. نفضل ننزل الجزء اللي هو البينك ونبتدي بقى نرش على وشه نشا ونسويه بإيدينا. بعد كده بنغطيه بكيس بلاستيك، وأول ما بيبرد بندخله التلاجة لحد ما يبرد يتماسك خالص في التلاجة. بنطلعه من التلاجة، نحاول نرش شوية نشا كمان على الوش عشان ما يلزقش. نبتدي بقى نسلك الجناب بسكينة، نفضها كده ونبتدي نحطها على بلانشة. نجيب سكينة وندهنها بالنشا ونبتدي نقطع كده وحدات طولية، وكل ما بنقطع ندهن السكينة نشا. بعد كده نبتدي نقطعهم وحدات صغيرة، ممكن نقطعهم قطع مربعة، نقطعهم قطع مستطيلة حسب الرغبة. بعد كده نبتدي نرش عليها نشا بالشكل ده عشان ما تلزقش في بعضيها، نديها كمية كفاية من النشا. بعد كده ناخد الجزء اللي رشيناه بالنشا نحطه في الطاجن ونبتدي نقطع بقية الكمية بنفس الطريقة، نقلبها في النشا كويس عشان ما تلزقش في بعضيها بالشكل ده. بس بتمط معانا وجميلة ازاي، وتبقى مسكرة جدا. لو اي حد ما بيحبش الحاجة مسكرة جدا ممكن في البداية يحط كوباية ونص سكر بدل كوبايتين. بعد كده بناخد المارشميلو بنحطه في مصفى او منخل ونحطه في طبق يبقى بالشكل ده.